السلام عليكم أسقس مقاس، إن شاء الله ينعاد عليكم ولينا بالصحة والعافية في طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفرحتي بنزول المطر في أوائل هذا اليوم، فرحة لا توصف. اللهم اجعله صيبا نافعا وارزقنا بخيراتك في الأيام المقبلة بإذن الله. كما كنتم تشوفوا هنايا في قبائل تيبازا شنوة. نديروا الأكلات التقليدية تاع هذه المنطقة، نديروا الكويرات، نديروا العدس، نديروا الفول الأخضر، نديروا البركوكس، يديروا الروينة، يديروا ثاني. كاين ناس بكري كانوا يجيبوا البلوط ويطحنوه ويديروا كسكس البلوط. يعني كاين أكلات تقليدية عديدة 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 مختلفة في ولايتي وفي الولايات الأخرى تاني، وكل واحد وش يحب يدير. هذا الأسبوع ما شاء الله راح كامل أكلات تقليدية، الله يبارك. لكن أنا في هذا النهار حبيت نخرج شوية على ولايتي ونروح لولاية أخرى وندير لكم الزفيطي، لكن الزفيطي بطريقة بنت تيبازا باش نكونوا واضحين، باش نكونوا متفاهمين. داكوغ، نديروا بطريقتي الخاصة، لكن نضمن لكم حاجة انه بنين. هذه هي فوالا البنات. هنا يعني نشارك معكم الوصفة خفيف ظريف. جبت هنايا طوماطيش، رحيتها، جبت الثوم قطعته في القدرة مع الزيت، درت هذيك الطوماطيش في القدرة، ومن بعد شتو هذيك يعني الطوماطيش اللي بقات لي في الطاس تاع الميكسور، درت عليها مدافي. يعني درت القدرة تاعي طيب كل شيء مع بعض، كل شيء مع بعض عفوا. درت عليها المدافي، ومن بعد درت تاني مغرفة ونص طوماطيش مصبرة، ودرت لي زيبيس، راس الحانوت، فلفل وكمون وملح، ودرت زوج حبات تاع قلب الطير. فوالا هنا استغنيت على الحره الخضراء، ما شويتهاش باسكو ما حبوش في الدار يجي حار بزاف. دونك درت غير لاصوص اللي حاره، هذا ما كانوا ماشي حاره بزاف، يعني قلب الطير هذيك ماهيش حاره بزاف. درت غير زوج حبات. فوالا من بعد ندير القدره تاعي طيب في غرضي. هنا مالوغوزمون في هذا النهار يعني كانت ضو تروح وتولي، دونك كاين واحد المقاطع ما قدرتش نصورهم معكم في الظلمه، لكن ان شاء الله راكم رايحين تفهموا عليا، باسكو يعني ماهوش مقاطع يعني الوصفه تروح ولا، لكن باذن الله راكم رايحين تفهموا عليا. فوالا هنا درت ثاني الطوماطيش والثوم قولوا لي يتشواو. هذه هي. جبت هنا نص ربطه تاع معدنوس، نص ربطه تاع قزبر، غسلتها وقطعتها. وهنا الثوم تاعي كان خلاص تشوى، جبته قشرته وقطعته ودرتهم في الطباسه باش تجيني الخدمه تاعهم سهله. هذه هي البنات. يعني كل واحد والطريقه تاعو. هي يعني الوصفه يعني تبقى هي هذه هي لاصوص حمراء والطوماطيش والثوم والحره مشويين، والكسره ولا الخبز. ويعني الطريقه اللي تختلف، فقط طريقه التحضير اللي تختلف. هذه يعني كما قلت لكم الضو كانت تروح وتولي. هنا كنت طيبت الكسره عادي، درت فيها درتها بالكسره تاع الفارينه البنات باش نكونوا واضحين، ما كانش عندي سميمه درت الفارينه. داكوغ، لكن جاتني بنينه كما راكم تشوفوا. حمرتها مليح، درت الفارينه، درت نص كاس زيت، والخميره كيميائيه باش تجيني خفيفه، خميره كيميائيه تاع الكاطو. هذه هي ولميتها بالماء دافي، يعني كسره عاديه تاع الفارينه. وشنو هي انا طيبتها محمره. فوالا البنات قطعت الكسره تاعي، وهنا الكسره يا البنات تتفور يعني باش تجيكم الماكله شابه، يعني لاصوص تكون سخونه والخبز يكون سخون، الزبيطي راح يكون في الواعر. فوالا هنا فورته رديته يفور. هنا قلت لكم الضو كانت تروح وتولي، دونك ما قدرتش نصور معكم كامل المقاطع. سورتو يعني الظلمه وكامل الفيديو راح ماشي راح يجي اصلا واضح. لكن انا فورته البنات. وهنا المرقه تاعي يعني عقدت لي شويه، لكن انا ديما نسخن كاسرونه تاع مدافي. تسخني كاسرونه تاع مدافي وتخليها حداك كي تبداي تخدمي في الزبيطي. كل مره تضيفي لهذيك لاصوص المدافي باش هكا تكفيك، وثاني ما تجيكش عقده بزاف. فوالا هم المكونات قدامي، كلش راهو واجد. نبدا ان شاء الله نحضر معكم الطبق تاعنا تاع الزبيطي. هنا مالوغوزمون ما عنديش المهرز تاع الزبيطي، لكن باذن الله رايحه نشريه ونشارك معكم الوصفه من جديد في مهرزها. فوالا دونك هنايا نستعنت بالمهرز تاعنا عادي تاع النحاس، ودكيت فيه هذاك الخبز. ندير هذاك الخبز، ندير ندير لاصوص تاع الطوماطيش، ندير الثوم، ندير المعدنوس والقزبر، وندير الطوماطيش المشويه.
هذه هي. أنا قلت لكم استغنيت على الحاره الخضراء باش ما يحبوش في الدار يجيهم حار بزاف، يعني هاد الحروريه خلاص كفاتهم. هذه هي. فوالا ندكو كامل ونحطو في الطبسي تاعي. هنا كيما قلت لكم ديما سخنوا قدره تاع كاسرونه، عفوا تاع الماء سخون، خليوها قدامكم. دونك كي تكونوا تسقيو في الزبيطي زيدوا له الماء سخون، زيدوا لاصوص الماء سخون باش هكا تكفيكم، باش يعني يجيكم شمخ مليح، وثاني ما تجيكمش لاصوص عاقده. فوالا هنا القدره تاعي ديما نخليها نقص لها الفرن ونخليها تغلي. هذه هي. هنا شبحته يعني غير بالبيض مغلي، وهنا بحكم انه ما درتش الحاره مليح في لاصوص، جبت الحاره تاع الميزان وحطيتها من الفوق. قلت لهم اللي حاب يزيد الحاره هاي ليكم كلوها بالحاره. يعني كان تقديم جد بسيط بحكم انه ما كاش المهراز، درتو في الطباسه تاع الفخار، لكن صدقوني البنات غير بنه عالميه، جاب بنين 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 بالبزاف. هذه هي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وكما قلت لكم يعني تختلف التقاليد باختلاف المنطقه، وكل واحد واش يهوالو في راسو يدير، كل واحد واش تخرج عليه الوصفه هذيك دير، وعفوا الوصفه هذيك يديرها. واحنا في تيبازا ولا في ولايات اخرى يعني وصفات تقليديه الله يبارك ما شاء الله، في كل ربوع الوطن وصفات تقليديه ما شاء الله. نحبوا ننوعوا، نحبوا ندخلوا لي واحد اخرين، نحبوا نذوقوا تقاليد، نحبوا نشوفوا تقاليد اخرى. كل واحد واش يحب. قلت لكم يعني هذا الاسبوع كان رايح كامل وصفات تقليديه الله يبارك ما شاء الله، ربي يكثر الخير. و وان شاء الله ينعاد عليكم علينا بالصحه والعافيه. هذه هي البنات. يعني كان يناير مبارك ونزلت فيه الأمطار، وإن شاء الله تزيد تنزل في الأيام المقبلة، وربي يرزقنا بخيراته. فوالا هذا هو تقديم جد بسيط ومتواضع. قلت لكم زبيطي على طريقة بنت تيبازا، بنت شنوة. هذه هي البنات. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم ويعجبكم الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله تدعموني بجانب كومنتير وبابوني. وهذه هي. وما تنساونيش بدعوه خير، وان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. قولوا لي نتوما واش ديروا في ولايتكم، وشنو هي التقاليد اللي ولا العادات اللي ديروها في هذا اليوم. نحب نتعرف على بلادي العزيزه وعلى تقاليد كل الولايات، والفايده ايضا في هذه اللمات وفي هذه المناسبات ماشي غير الماكله فقط، لكن هذيك الماكله وهذيك الميده تاع الماكله هي اللي تجمع العائله وتجمعها على طاوله واحده. البنات يعني كنت شاركتكم ديجا مشروع الطباعه على القماش، خاصه في يناير، القفات تاع يناير اللي خدمتهم معاكم وبارطاجيتهم معكم ايضا في الانستغرام. اللي مازال ما تابوناش عندي في الانستغرام قولوا اروح الانستغرام باش تكبر عائلتنا وتكبر الفائده. اللي مازال ما داروش الطباعه نقول لكم استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، رايحه نمد لكم نصائح خير وخير على الطباعه على القماش، خاصه في الالوان الاخرى، ماشي في اللون الابيض، يعني في اللون الاسود والالوان الاخرى، باش تخرج لكم الطباعه شابه خير وخير. تهلاو في روحتكم، تلاقاو في فيديو آخر. سلام.